بما ان تانك نازله باجهزه منزليه جديده وبتدعم حمله غير المفروض. ايه الحاجه اللي كل الناس شايفه انها مفروض بس انت مش مقتنع بيها خالص؟ مش مقتنع ان الانسان لازم يعدي من كل العقبات ديت عشان يعرف يتجوز. مش المفروض نبقى مضطرين نرد على الواتساب؟ ما اخسرش او ما اقعش، دي حاجه غلط جدا لانه الحياه كلها ابس اند داون. تعرف ايه عن تانك؟ عندنا منه حاجات كتير قوي في البيت من واحنا صغيرين، معروفين جدا بالفلترز بتاعتهم. عندي الايس بوكس بتاعتهم وعندي الترمس بتاعه. عندي فيديو شهير كده بعمله كل سنه، كل فيديو كل سنه تانك موجود فيه. محدش متخيل الديتيلز عشان البرودكت يطلع بالكواليتي دي والبراند يطلع بالكواليتي دي. تانك كسرت القاعده وعملت اجهزه منزليه. قولي لي ايه اكتر حاجه انت محتاجها في مطبخك من اجهزه تانك كده؟ انا اكيد هبقى عايزه الهاند بلندر، عشان مش عارفه احنا ليه عندنا خلاط وكل الحاجات اللي في البيت دي لو عندي هاند بلندر. محتاج كاتل علشان انا بعمل قهوه كتير وعندي كاتل صغير. خلاط بس يكون ينفع يطحن القهوه عشان بحب اجيبها بالبينز مش مطحونه عشان تبقى فريش. اكتر حاجه محتاجها دلوقتي حاليا انا عايز الخلاط الكبير ده اللي هو مش عارف 6000 واط دوت. ايه الاكله اللي الناس شايفه اننا المفروض ناكلها بس انت مش بتحبها؟ ايه بقى؟ البصل ممكن لو حطوه في الخلاط بتاع تانك اللي هو 6000 واط ده يتفرم. كوارع. انا بحب الاكل كله بس ما بحبش البطاطس خالص. ام علي رز بلبن. الاكل بقى اللي المفروض الناس بتعشقه انا بكرهه، ممبار، سجق. اغرب حاجه حطيتها في الخلاط. بيض. ني؟ لا مستوي. متهيألي سبانخ. اعتقد هتبقى القهوه اللي لسه هحطها في الخلاط. لا انا اللي فكرت دلوقتي انا عايز اجيب قلم جاف احطه في الخلاط شوف يحصل.